الحمد لله الذي لا تدركه العيون ولا تمثله الظنون ولا يلحقه ريب المنون، وتاهت في كيفية عظمته العارفون، وتحير في أزليته المتفكرون. لا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كان ولا أين يكون. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأشكره، وقد فاز بشكره الشاكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما كان قبل أن يكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي شرف به الأنبياء والمرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخديمه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس عباد الله، إنما الموت سبيل سلوك يرد فيه المالك والمملوك. ناداهم عباد الله الجهال والعلماء، واستوى فيه من في الأرض والسماء. نظر الله إلى السماوات وهي خالية من سكانها، وإلى الأرض وهي خاوية على عروشها، وجميع الخلائق سرعى في اللحود، ولم يكن إلا الله الواحد المعبود. وينادي الله ربنا الملك الجبار: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأمر الله إسرافيل أن يصرخ في السماوات فيمزقها وينثر نجومها ويطمسها. فتفكروا يا أولي الألباب في صنع ربكم شديد العقاب. ثم تسير القلوب كخيام منصوبة، أركانها خبب مضروبة، تحتها ملوك وأمراء وأغنياء وفقراء. فإذا أراد الله نشرهم وجمع أولهم وآخرهم، هنالك تنشق المقابر وتقوم الأساغر والأكابر. فإذا وقفوا بين يديه وعرضهم الحق عليه، ترى وجوها منهم قد ابيضت ووجوها قد اسودت. فذلك يوم يشيب فيه الوليد، ويستوي فيه الأحرار والعبيد، يتجلى فيه الحي القيوم، ويخلص فيه الظالم من المظلوم. الحمد لله الذي حد على التقوى ووصى، وأحاط بكل شيء علما وأحصى. خلق الإنسان في أحسن تقويم، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ولا نقصا. وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما هو مذكور في القرآن خصصا. وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يكون به مختصا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له ولا شبيه له، شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد الكريم، سيد السند العظيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور،
وهي إسراء نبيكم كما هو في القرآن مذكور. لم يشارك فيها هذا النبي مشارك، فويل لمن كان مخالفا له ولسنته تارك. لقد رأى في ليلة أسري به من آيات ربه الكبرى، فاختاره وفضله على جميع الورى، ووصل إلى محل سمع فيه صرير الأقلام بتصاريف الأمور بأمر الملك العلام، ودخل جنة المأوى فانتهى إلى شجرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فسبحان من قربه إليه وأدناه، وفرض على أمته في تلك الليلة 50 صلاة، وجعلها لدينه أسا، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه لأمته حتى جعل 50 خمسا. فالله الله عباد الله، اتقوا الله وانظروا ما دفع عنكم نبيكم من المشقات، وحافظوا رحمكم الله على الصلوات، واعملوا الخير فإن خير أعمالكم الصلاة، وعليكم بالخشوع، فلا يقبل الله صلاة من قلبه لاه من خير خشوع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.